شايفين الساندوتش ده؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. حاجة كده يعني شعبية جدا واقتصادية، بس هنعملها بطريقة جديدة، اللي هي ايه؟ الفلافل او الطعمية. عندنا هنا شوية طعمية كده كانوا في التلاجة عندي من امبارح، قلت ايه اما اعملهم بقى بطريقة حلوة كده علشان يتاكلوا بسرعة. سواء جايبة طعمية طازة او طعمية بايتة في التلاجة بتنفع بنفس الطريقة. تمام. قصيت كده رغيف عيش، جبنا رغيف عيش بلدي كده حلو، قطعناه، قصينا الوش بتاعه، وبدأت اخد القعر. جه اخدت القعر علشان يستحمل التحميرة اللي انا هحمرها دلوقتي. دهنت طاسة كده، ويا ريت تكون طاسة جرانيت، ما ينفعش يا جماعة طاسة ألمونيا عشان ما تلزقش معانا. حطيت فيها زيت زيتون، او هتحطي زيت عادي لو انت ما عندكيش زيت زيتون. هبدأ ان انا وزعت كده الطعمية على رغيف العيش، وبدأت ان انا اقلب الرغيف على بوزه كده على الناحية اللي فيها الطعمية. تمام. واضغط عليها ضغطة كده، وطبعا الزيت يكون سخن. بدأت تتحمر معايا بالشكل ده. هبدأ بقى ايه؟ ان انا احط خيار، جرجير، بقدونس، طماطم، شوية سلطة حلوة كده في جزء من النص من الساندوتش او الرغيف. هقلبه كده، هقلب الناحية الفاضية على الناحية المليانة، وهبدأ ان انا اعمل احلى ساندوتش طعمه روعة. لو انت حابة بقى ان هو عايز يكون مقرمش، بنبدأ ندهن القعر من ورا، بندهنه زيت، ونبدأ نقلبه بالشكل ده. تمام. لو انت عايزة الرغيف طري، بتعمليه على ناحية واحدة، الناحية اللي فيها الطعمية بنحمر بس الطعمية في زيت الزيتون كده، او بنقلبه بقى بالشكل ده، بيبقى طري. بدأنا بقى نحط كده ده الرغيف اللي هو المقرمش. بدأت احط الخضروات، حطيت بقدونس، طماطم، لو في جرجير حطي جرجير، تبقى حلوة قوي. هبدأ ان انا اقلبه بالشكل ده، وبقى عندي احلى ساندوتش طعمية مع كوباية شاي كده الصبح، ولا